السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده الفيديو اللي اتطلب كتير كتير كتير. اعملي لنا فيديوهات عن الواجب، عن نتعصب ساعة ما بنيجي نحل الواجب مع الاولاد. ايه الحل؟ عاوزة حلول. عاوزة اقول لكم بس حاجة واحدة في البداية خالص. مصر خرجت من التصنيف العالمي للتعليم الحمد لله. التعليم في مصر ما عادش ليه لازمة يا جماعة. لا بهزر. احنا بس عايزين نتفق على كام حاجة كده، زي ما اتفقنا في كل الفيديوهات اللي قبل كده. بس في الاول خالص هقول لكم فكرتين حلوين قوي هينفعوا معاكم وهيطبقوا يعني فكرة التحفيز عند الاطفال. قبل ما اقول لكم الافكار دي، حابة اعرف انتوا كل واحدة فيكم حددت نمط ابنها بالنسبة للحب. تحديد نمط الحب ده هيخلينا بعد كده نقدر نحدد نمط الطفل في إن كان سمعي ولا حسي ولا حركي، والأنماط دي هتساعدنا في الفيديوهات الجاية علشان خاطر هنعرف ازاي هنذاكر مع الأولاد. كل واحدة ترجع تراجع الفيديوهات بتاعت لغات الحب الخمسة عشان نعرف نحدد الأنماط، عشان نعرف نذاكر ازاي مع الأولاد. جايبالكم النهاردة فكرتين حلوين لتشجيع الأطفال على حل الواجب المدرسة. بصراحة الأفكار دي مش أفكاري، الأفكار دي كانت المس بتاعتي أنا. انا كنت في مدرسة عادية يا بنات، وبعدين لما المدرسة بتاعتي نقلت من جنب البيت وفي مدرستين يعني بدلوا المدارس، فانا فضلت في نفس المبنى، والمدرسة التجريبي جت في البيت المبنى اللي جنب البيت. فبابا الله يرحمه عمل محاولات رهيبة يعني، ونقلني وكتب زي تعهد ان انا هبقى في مستوى الاولاد اللي بياخدوا انجليش من اولى حضانة. آم، يعني كنت انا ساعتها في ثالثه ابتدائي وكنتش اعرف يعني اي بي سي خالص. فهو الله يرحمه يعني نقلني من مدرسة عادية لمدرسة تجريبي وانا في ثالثه ابتدائي، وقال لهم بنتي هتبقى اشطر من العيال اللي بياخدوا انجليزي من اولى حضانة. وقد كان، وفعلا انا يعني الحمد لله في خلال شهرين بقيت الليدر الفصل. والميس بتاعت الانجليزي خلتني القائد، يعني قائد الفصل في الانجليش، عشان كنت بجيب درجة النهائية وبقيت احسن منهم. وكان كل اللي يسألني انت عايزة تبقي ايه، اقول لهم مدرسة انجليزي. فانا اللي انا دلوقتي مدرسة الانجليزي الموجودة دلوقتي متعلمة الانجليزي من وانا في ثالثة ابتدائي. فاقول لكم ايه السبب مس ربنا يا رب يديها الصحه ويبارك لها في اولادها. مس يارا دي كانت بتتبع معانا طريقتين. اول حاجه كانت بتعمل لنا زي كروت كده، كروت تحفيزيه، وكانت اللي يحفظ الكلمات وي... ويكتب الواجب بخط حلو كانت بتديله زي كروت. وكنا نجمع الكروت دي كان بيبقى مكتوب عليها كلمة، يعني عبارات كده تشجيعية، زي عارفين زي كروت الكوتشينة، في نفس حجم كروت الكوتشينة كده يا بنات. وكانت بتكتب لنا عليها حاجات، وكان اللي يجمع كروت وكنا بنحافظ عليها اكتر من روحنا يعني ما تخافوا. كان اللي يجمع كروت اكتر كان يبقى هو قائد المجموعة. فانتي ممكن تطبقي نفس الفكرة دي مع اولادك، ان انتي تعملي كروت كده حلوة، وتطبعي عليها مثلا ايه تجيبي ستيكرز مثلا عليها الكارت اللي هو الشخصية الكرتونية اللي اولادك بيحبوها. وابنك لما يلم مثلا عدد كروت معين ليه مكافأة معينة، شوفي انت ابنك بيحب ايه واعمله له. دي الفكرة دي هتشجعه جدا. واوعي تديله اي كارت غير علشان خاطر ان هو حل الواجب كويس، لان هي دي المشكلة اللي احنا بنعاني منها. تاني حاجة ايه؟ الستيكرز كانت المس بتاعتنا اللي يعمل الواجب حلو النهاردة كانت تحط له ستيكر في الكراسة، واللي ما كانش يعمل الواجب حلو ما كانش يحط له ستيكر خالص. فالستيكرز دي كانت بتشجعنا جدا وبتحفزنا، وكنا بنبسط بيها قوي قصاد بعض.
وكانت يا رب ربنا يمسيها بالخير، يعني كانت بتحببنا في المادة بتاعتها عن طريق الفكرتين دول، الكروت التشجيعية والستيكرز. ان شاء الله في الفيديوهات الجاية هنتكلم بشكل اكبر عن الواجب وافكار لحل الواجب وازاي ازود تركيز ابني، وحاجات كتير بقى. هنعمل سلسلة عن واجب المدرسة وتقييم كمان نتائج الامتحانات. النتائج بتاعتكم طلعت ولا لا؟ قولولي لو كانت النتائج بتاعت اولادكم كلها طلعت، هنعمل تقييم للنتيجة دي، وازاي هنعمل تقوية للمواد اللي انتي مش راضية عن النتيجة بتاعتها مع اولادك. انتظروا ان شاء الله سلسلة الفيديوهات دي. بس في حاجة بس حابة ان انا اكلمكم عنها. مش عيب ان انتي تقولي انا مش عارفة. يعني لو انتي حاسة نفسك ان انتي ما انتيش عارفة تذاكري لاولادك او تحلي معاهم الواجب او كده، ما تعمليش فيها سوبرمان وتقولي لا لازم انا اللي اعمل كده، امال اشمعنى اصحابي بيذاكروا لاولادهم، واشمعنى مامتي كانت بتذاكر لي وانا كده ابقى ام فاشله لو انا مش عارفه اذاكر لاولادي واحل معاهم الواجب. لا، لو انتي ما انتيش عارفه قولي مانيش عارفه. عايزه اقول لكم حل حلو قوي. لو انتي حاسه ان الدروس غالية، وكمان الدروس أصبحت دلوقتي تجارة، إن المدرس ابنك بيروح الدرس يقعد الساعة المفروض يقعدها ويرجع لك بواجبات أكتر كمان. يعني انتي بتودي ابنك الدرس عشان خاطر المدرس يريحك في المذاكرة مع أولادك، ولا علشان يزود الواجبات اللي انتي أصلا بتشدي شعرك منها؟ الفكرة في ان انتي يعني ايام ما احنا كنا في الكلية كان في زمايلنا في كلية التربية، زمايلنا كانوا بيشتغلوا يعني دروس، بس ايه بأسعار رمزية طبعا كتير عن المدرسين اللي هم المحترفين اللي عندهم اعداد كبيرة. فانتي ممكن تدوري مثلا على طالب او طالبة من في كلية تربية، يعني مش هياخد منك مبلغ كبير، بيبقوا ياخدوا مبالغ رمزية، وكمان بيبقى عندهم لسه حماس اكبر ووقت اكتر من المدرسين اللي عندهم 100 عيل. شوفي كده واحدة تكون بنت حلال كده وشاطرة في المادة، قولي اتفقي معاها ان هي تمسك اولادك وتحل معاهم الواجب وتفهمهم تذاكر لهم يعني. يعني هتبقى متحمسة وحابة ان هي تعمل نفسها سمعة، وحابة ان هي تعمل انجاز مع اولادك ويجيبوا نتيجة كويسة علشان خاطر يعملوا لها دعاية بعد كده للدروس، وبتكون لسه عندها ضمير يعني. الحل ده يا بنات ما تكسفيش ان انت تعمليه، يعني علاقتك باولادك وان انت تحافظي على اعصابك وولادك ما يكرهوكيش وانت ما تكرهيش حياتك. يعني ايه؟ يعني ما تتردديش ان انت تلجئي له لو انت خلاص سلمتي وقلتي انا مش عارفة اذاكر لاولادي، او انا ما عنديش موهبة التدريس وما عنديش صبر ان انا اقعد اذاكر لهم. مفيش مانع من الحل ده، يعني ما تخجليش منه. فيديو النهاردة كان زي بفتح نفسكم بس عن موضوع كده. ان شاء الله اكتبوا لي بس في الكومنتات انتوا عايزيني اتكلم في ايه بالظبط بالنسبة للواجب المدرسة، النقط اللي انتوا عايزين نتكلم فيها بالتفصيل وبالترتيب كده، نبدأ ايه قبل ايه. رغم ان انا والله عندي نزلة برد، بس قلت يعني ما اقطعش التواصل معاكم وانزل لكم الفيديو ده النهارده. متنسوش تعملوا اشتراك للقناة لو اول مرة تشوفي القناة، ولو الفيديو عجبك اعملي لايك، ولو ما عجبكيش اعملي ديسلايك. و السلام عليكم ورحمة الله.